السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين واحد الحاجة خطيرة في حياتنا وما كنحسوش بها حتى كتولي جبل فوق صدرنا. هي تراكمات، مشاكل صغار، كلمات ما كتقالش، دموع تبلعات، غضب سكتنا عليه، قهر خبيناه غير باش نبانو اقوياء وكنقولوا ماشي مشكل غادي ندوزها. ولكن الحقيقة تراكمات ما كدوش، كتخزن وكتسنى غير الوقت المناسب باش تنفجر. التراكمات ما كتفرقش بين عزيز وغريب، كتقدر تخليك تبعد على انسان كنتي كتعتبره روحك غير حيت سكتي بزاف. حتى عمر الكاس كتقدر تخليك تفقد اعصابك على موقف بسيط، والسبب الحقيقي راه ماشي داك الموقف ولكن كل شيء اللي داز قبل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، ماشي على قبل الغضب ولكن على قبل اللي كيولد الغضب وهو الكبت والتراكمات. الى كل مره قلتي ما غاديش نهضر، ما بغيتش نكبر الموضوع، راه الموضوع هو اللي كيكبر بوحدو. الى كل مره سامحتي بلا ما تعبر، او تألمتي بلا ما تهضر، او تنازلتي بلا ما تكون مقتنع، راه شي حاجه داخلك كتكدس. والتراكمات ما كتجيش غير في العلاقات، حتى مع راسك كتراكم التعب، تراكم الضغط، تراكم احلام مؤجله، حتى كتولي كتفيق نهار وكتحس براسك مخنوق بلا سبب واضح. ابن القيم قال الكلمه الطيبه صدقه، حتى الكلمه اللي كتقولها باش توضح احساسك راه صدقه في حق قلبك. حياتنا قصيره باش نعيشوها مكبوتين. الهضره الطيبه ما كتفرقش العلاقات، الوضوح ما كيخسرش الود، العتاب في بلاصتو كيصلح، ولكن السكوت الطويل هو اللي كيقطع. ديما خذ الحذر من التراكمات، حيت هي بحال الماء اللي كيتجمع قطره قطره حتى كيولي سيول ما كيوقفو حد. الا بغيتي ترتاح ما تخليش شي حاجه تبقى في قلبك حتى تولي عقده. هضر، عبر، سامح بقناعه، وارفض بأدب. نقي قلبك اول باول بحال ما كدير لدارك، حيت في الاخير التراكمات ما كتسولش شكون عزيز عليك، هي غير كتدمر في صمت. وانت تستاهل تعيش مرتاح خفيف وقلبك صافي.